السلام عليكم. حنا هنايا باش نوضحوا لبزاف ديال الناس القيمه الحقيقيه ديال البناي. البناي راه ماشي ساهل كما كيسحاب بزاف ديال الناس. راه هنا في المغرب بزاف ديال الناس كيقول لولدو شوف الا ما قريتيش راه غتولي بناي. هاد الجمله هذه راه بزاف ديال الاباء كيقولوها باش يحفزوا ولادهم، ولكن في الحقيقه انها نظره ناقصه وغير عادله وفيها شويه العنصريه. والله العظيم الا كاين واحد النوع ديال البشر ما قاريش وكيخدم في هذا المجال ديال البناء، والله لا قد عليه داك اللي قاري. وراه كل بناي راه هو الخبير الحقيقي في المجال ديالو. مهنه البناء راه ماشي غير خدمه يدويه بسيطه، راه كتطلب التفاني والانضباطي واتقان عالي للحساب والفيزياء والرياضيات، وخاص تكون عندك القدره على قراءه وفهم مخططات البناء والتنظيم وروح الاعتماد على النفس. خدمه البنايين راه اساسيه في هذه الحياه، راه بلا ما تكون حتى دار وما تكون كاع نهائيا البنيه التحتيه، راه هما اللي كيديروا الاساسات، كيبنيو الحيطان وكيديروا بزاف ديال الخدامي وكينفذوا مهام مهمه بزاف. وفي هذه الخدمه ديال البناء راه كيدوزوا شي حوايج في واحد الظروف صعيبه، راه ما يقدر عليهم حتى واحد الا داك السيد اللي عطاه الله ديك القدره باش يكون تما. يعني هنا في الاخير كونك بناء كيعني القوه والذكاء والاصرار اخي، مهنه خاصه الاحترام والتقدير لانها في الاصل ديال كلشي. ولهذا خاصنا نتعلموا نقدروا جميع المهن ونبقاو نشوفوا الناس اللي كيخدموا في المجال ديالهم انهم ناس شرفاء، باش نشوفوهم ناس ناقصين. وتحياتي للجميع.